مؤخرا بعض الفنانين بقت تظهر بس في الإعلانات يعني كمان كانت احلى حاجة فيه ان هو جمع الجيلين القديم وروشنة الجيل الجديد من غير ما يكون فيه صح. اختلاط. في تكرار بشكل مبالغ فيه دايما بصراحة. الفكرة ثابتة ان هو بيجمع الحبايب، بيلم صح. العيلة، كله ماسك التليفونات. كل سنة وانتم طيبين، أهلا بيكم في برنامج كام من 10. طبعا مش هنضيع فرصة رمضان، تعالوا مع بعض كده نحلل إعلانات رمضان ونشوف كل إعلان ياخد كام من 10. وطبعا اكيد مش هنفوت رمضان من غير ما نتكلم عن اعلان فودافون اللي بنستناه كل سنة. ايه رأيك في اعلان فودافون السنة دي؟ والله حسناء شايفة ان اعلان فودافون الصراحة جميل، استخدم عناصر مختلفة، يعني فئات مختلفة خالص في العمر. مظبوط. فده كانت حاجة نقطة قوة بصراحة يعني. جاب طبعا العنصر المميز عبلة كامل، ده ظهور حاجة عبلة كامل الصراحة. لوحده تحفة. يعني حاجة بعد غياب كده كتير ان هي تظهر، فكانت حاجة الصراحة اللي هو واو. وكمان الفقرة في الكينج محمد منير وأمير عيد كان حاجة الصراحة يعني مختلفة جدا. يعني أنا شايفة ان هو بيخاطب الفئة الحالية، فده حاجة الصراحة مميزة جدا يعني. وما هي حسيتش ان في اختلاف بين هنا وهنا، يعني لا، حاجة مميزة جدا بصراحة. كمان كانت احلى حاجة فيه ان هو جمع الجيلين القديم وروشنة الجيل الجديد من غير ما يكون فيه صح. اختلاط. بس كان فيه فكرة ان هو كل سنة بيكرر فكرة ان الناس ماسكة تليفونات، دايما الفكرة ثابتة ان هو بيجمع الحبايب، بيلم صح. العيلة، كله ماسك التليفونات. حسينا ان الموضوع ده اتكرر مكرر ودي ومفيش اختلاف فعلا. بالظبط. طب انت شايفة ايه؟ طيب، تديله كام من 10؟ حاسة ان هو ممكن ياخد 7 من 10 لانه مكرر، وحاسة الفكرة ثابتة كل سنة. انا بالنسبه لي ممكن اديله 6 من 10. ودلوقتي يلا بينا نروح لإعلان أورنج وعمرو دياب وولاده. انا شايفه بصراحه ان اعلان اورنج يعني لذيذ، عمرو دياب وولاده الصراحه تحفه، بس هي فين شيرين رضا؟ هي فين؟ فعلا ما ظهرتش خالص في الإعلان. يعني في نجوم كتير ظهرت، كان ممكن ظهورها يكون أحلى من كده. لا، هو الصراحه اعلان حاسه ان فيه دفء، لما حاجه كده مختلفه في الاحساس يعني. واختيار برضو الاغنيه كده. طب من رأيك تديه كام من 10؟ ممكن 7، لا 6.5 من 10. لو عليا أنا وانت ممكن كام؟ ممكن هديه 6. ويلا بينا على اعلان اليسا واحمد مالك. ايه رايك؟ الأغنية واختيار إليسا مع كلمات الأغنية كانت تحفة بصراحة. يعني حاساها الأغنية نفسها هي اللي خلت الإعلان يبقى ترند أكتر أو يظهر أكتر. الاغنيه رهيبه، اختيار اليسا وقوه الصوت والكلمات الصراحه حلوه يعني. برغم ان الاعلان يعني كفكره كوضوح مش اقوى فعلا حاجه يعني، حسيته ما بينش الميزه او الفكرة كانت باينة شكله. كأغنية لذيذة اه أكتر من إن هي باينة كإعلان. بالظبط، يعني ما حسيتش ان فعلا هو ما كانش قوي بشكل كبير بصراحة ان هو يبان واضح. بس لا، اختيار اليسا والاغنية كان فعلا أنا حبيته حلو. كأغنية. وانا بصراحة طب انت تديه كام من 10؟ حاسة هو الميكس يعني نص نص الصراحة، ممكن نديله 5 من 10. هدي 6 عشان حبيت الأغنية. طيب كده فاضل إعلان اتصالات، شفتيه يا إسراء؟ صراحة شفت اعلان اتصالات، هو ظهور نيلي برضو بعد غياب صراحة، كان مميز مع اختيار تامر حسني. فالاعلان كان حلو. بس برضو حسيت انه الاعلان ضعيف شوية. ده احساسي يعني، ده رأيي. فانتي ايه رأيك؟ ولا انتي ما شفتيهوش؟ بالظبط، هو كان لذيذ لكن كان فيه ممكن حاجة تتعمل أقوى من كده. يعني حسيت انه يكون لا. في وضوح، في روح اكتر من كده. بالظبط. بس في حاجة أنا شايفة أن مؤخرا بعض الفنانين بقت تظهر بس في الإعلانات، يعني من زمان ما سمعناش مثلا ألبوم جديد للفنان تامر حسني غيره. مظبوط. بس في الإعلانات في وضوح بشكل كبير، حتى السنة دي يعني في ظهور في أكتر من إعلان. يعني حاسة ف... بقى يظهر في الإعلانات أكتر ما بيمثل أو بالظبط، يغني. أنا شايفة كده بصراحة يعني. يمكن ده كلام سبب تشابه كبير في الإعلانات كل سنة، ما فيش أنا حد قدم حاسة الاختلاف اللي بنستناه. بالظبط، انا حاسه ان في تكرار بشكل مبالغ فيه بصراحه، يعني ما فيش حاجه مختلفه في حاجه بكون مستنياها مختلفه تبهرني، مش موجوده. بالظبط. سواء في الفئه اللي احنا فيها او الفئه العمريه الاكبر، حتى جيل ماما في حاجه برضو
مش موجودة في الانبهار، لا في تكرار كده الصراحة مبالغ فيه، ده رأيي. دي عشان حقيقة. كده انا حاسة ان احنا نديه الاعلان يعني 6/10، 5 كده يعني. على ذكر التكرار برضو إعلان هايد بارك ظهر فيه عمرو دياب، هي فكرة مكررة لظهوره لكن كان تكرار لذيذ الصراحة. بصراحة الأغنية حلوة يعني هو في تكرار بس الأغنية تحفة. دي حقيقة. تدي كام من 10؟ عشان عجباني الأغنية هدي 7، لا 8. أنا عجباني الأغنية خالص. تمام، أنا هدي 8 من 10. ماشي. إعلان بنك مصر، طبعا احنا بنبقى كل سنة مستنيين إعلان بنك مصر، أغنية هنشوف ايه الأغنية مختلفة حلوة. بالظبط. فالسنة دي كده ميكس ما بين بهاء سلطان والعسيلي. كان ايه ميكس رأيك؟ لذيذ. انا برضه الصراحه حسيت ميكس لذيذ. طب عجبتك الاغنيه اصلا ولا حسيتي فيه برضه تكرار ولا؟ هي الأغنية كانت لذيذة والميكس ما بينهم لذيذ، بس كانت ممكن كلمات أقوى من كده، في المعاني نفسها كان ممكن تكون أقوى من كده شوية وتركز برضه على فكرة الإعلان أكتر. طب تدي كام من 10 عشان الاغنيه؟ ممكن 7. وانا ادي 6/10. كل الإعلانات اللي قلناها دي كانت إعلانات لذيذة وجميلة، بس دلوقتي خلونا نبدأ في الإعلانات اللي عجبتنا فعلا. كل اللي عدى كان فيهم تكرار، كانت إعلانات فنانين بيظهروا يقدموا مهمة معينة أو إن هما بس يوصلوا فكرة لمة رمضان. لكن دلوقتي هنبدأ في الإعلانات اللي فيها فكرة فعلا وحاجة تشد المشاهد بجد. هنبدء بإعلان وادي دجلة واختيار عصام عمر، ايه رأيك فيه؟ فكره، هي دي فعلا الاعلانات اللي فيها افكار. لا فكره ممتازه لظهوره، لانه الفئه العمريه اللي بتشاهد ده الصراحه خد حته حلوه كده. الكلمات بتاعت كانت في لقطة الأغنية كده أصلا حلوة. تحفة. كلمات الأغنية كمان مع يعني معلقة أصلا في الدماغ صراحة، كلنا لا طلع حاجة لنا حلوة. شعر بيض. عمو فلا الصراحة كان حاجة لذيذة والأغنية. كمان هو خلى فيه بساطة في إعلانات العقارات بدل الفخامة المبالغ فيها. كان بيكون الإعلان مبالغ فيه في الفكرة، هو الإعلان المرة دي بسيط، يمكن ده فيه واختيار فكرة عصام عمر اختلاف. برضو كان اختيار ذكي لأنه هو بسيط وشبهنا. بصراحة والإعلان ده فيه فكرة عبقرية. الشريحة المستهدفة هنا، الشريحة مين اللي بيشتري؟ فهو الصراحة دخل في دخلة الإعلان حلوة، اللي هو اتكلم الفئة اللي هم أصلا داخلين على 40، اللي هم عدوا 30، الفئة اللي هي محتاجة إن هي تشتري، فجذبهم بكلمات الأغنية طبعا الصراحة اللي هي لذيذة جدا. وبعدين في الآخر خالص يعني قال تركة كده حلوة، اللي هو يعني عشان يجذبهم للشراء. فلا أنا شايفة الصراحة إن هي كانت الفكرة عبقرية ممتازة. مظبوط، وهو كمشاعر لعب على إحساسهم اللي هو إن هما دايما فاكرين العاطفة نفسهم صح. صغيرين، فمين بقى عمه؟ ايوه مين اللي طلع له شعره بيضه فالصراحه هو هنا استهدف الفئة بتاعته بشكل حلو قوي. الصراحه فعلا، فلا الاعلان ممتاز، انا هديله 9/10. وانا هديله 9 برضه. دلوقتي هنروح لإعلان ريماس لهيثم شاكر، كان ايه رأيك؟ الصراحه الاعلان اختيار كلام الاغنيه لهيثم شاكر كان رهيب. يعني احنا كلنا الصراحه بيحصل معنا المواقف دي، ان احنا نروح نشتري حاجه فما نلاقيهاش، نتأثر كده. كل اللي هو الصراحة هو هنا جذبنا احنا شخصيا بكلمات الأغنية، خلانا نتأثر. فكان ممكن يكون عادي ايه رماس، يعني لو ممكن حاسة ان لو اختاروا كلام أغنية تاني كان ممكن احنا ما نركزش يعني ايه رماس. بالظبط. بس كون ان هو دخل في مود الدراما اللي عمله ده خلى الإعلان ملفت، مش خالص، مجرد إعلان للجبنة. واحنا كلنا بيجي معانا الدراما الصراحة، فحاسة ان هو ده الأغنية هي اللي جذبتنا ان احنا نشوف ايه، يعني نهتم برماس. مظبوط. انا هديله 9 عشان اختيار اغنية دراما كده على جبنة كان فكرة تشد اكتر. وانا الصراحة هديله 9/5 عشان انا الدراما بتيجي معايا جدا. خلينا نروح للدراما الحقيقية واعلان جبنة عبور لاند وامير كرارة. الصراحة هنا الدراما اوفر شوية دراما ليفل الوحش. بصراحة ايوه، بس هو كان في اختلاف كده في لحظة ثم في الاعلان اتحول من مشهد كده، يعني مشهدين في لحظة في اختلاف، فكان الصراحة دراما اوفر. انا حاساه كان اوفر شوية على انه اعلان جبنة، بس هو كفكرة برضو هي تشد. مختلفة الفكرة هنا في الاختلاف برضو، مظبوط. فالاختلاف مطلوب. هدي 8.5 عشان الاختلاف والفكرة. وانا هديله 7/10. طبعا استحالة ننسى مجموعة اعلانات وزارة الصحة اللي كانت فكرة عبقرية منهم، ومجموعة اعلانات كلهم اقوى من بعض. بصراحة الإعلانات يعني فكرة جميلة جدا. الانتقال السريع هنا
ما بين المنتجات الغذائيه للنصيحه بتاعت نصايح الدكاتره، حاجه جميله فكرة جدا. وجود الدكتور على طول تبين انه اه صحتك هتروح بسرعة، والربط ما بينهم كان تحفة. كان تحفه، في رساله، في نصيحه، في توجيه، كان فكرة بصراحه انه مهم يوصل ده جدا. كله بهزار وخفة دم كانت فكرة لذيذة جدا. اهم حاجه صح ان هي وصلت بلطف، بسهوله للناس. مظبوط. فالسهوله هنا الصراحه هي اللي كانت مميزه، وان هي تدي نصح وارشاد. فلا الصراحه حاجه في منتهى الذكاء والعبقريه منهم الصراحه في الاعلانات دي، حاجه مهمه صراحة جدا. كان اعلان تحفة. تحفه ومهم جدا فلا صراحه جامد، نديله 10/10. مظبوط، وانا كمان. دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة ان احنا نقول احسن 3 اعلانات اخترناهم، وكان اخر اعلان معانا واللي خد رقم 3 بنت يسرا. هو اعلان هيثم شاكر، والمركز الثاني بس احنا مش هيثم شاكر اديناها تقييم اعلى شوية. بالظبط. بس هو انا الصراحه حاسه ان اعلان وادي دجله ياخد الصراحه مركز اعلى، لان هو في روح، في مظبوط، احنا ولما رجعنا الصراحه التقييم كان فعلا اعلان وادي دجلة اقوى منه. بالظبط. فلا حاسه الصراحه ان عصام عمر والاعلان والفئه المستخدمه الصراحه كان في حاجه مميزه جدا. فانا اسمحي لي انا هديله اعلى. تمام. ولا ايه رايك؟ لا عندك حق. تمام. كده فاضل الاعلان رقم 1. المركز الأول بصراحة هو إعلان وزارة الصحة. هو صراحة لا يعلى يستاهل، عليهم. بصراحة لا يعلى عليه، ويستاهل كده. كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب ما نكونش طولنا عليكم. لو عجبكم اللي احنا قدمناه هنستنى منكم لايك وكومنت وسبسكرايب وجرس.